السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة سيشن جديدة. هنتكلم فيها عن ريبورت أنا شايفه من أهم الريبورتس اللي بتطلع من الكوميرشال. الريبورت ده بيوضح آه، لمدير المشروع إيه هي الأعمال اللي باقية واللي فيها فلوس واللي يبدأ يضغط عليها. بيورّي له موقف المشروع إحنا محققين progress قد إيه ومتبقي لنا قد إيه. بيورّي له رؤية هل أنا اللي باقي لي ده مثلًا هيبقى في material معيّنة واقفة عليه هاتحرّك في أي اتجاه. تمام. آآ بيحرّك برضه يعني ما هو مدير المشروع أمّا بيبدأ ياخد يعرف هو هيخبط فين أو هيبدأ يركّز على أنهي بنود. بيبدأ بعد كده بتترتّب عليها بقى إيه، البيئرات وطلبات الشرا وما إلى ذلك. بيبدأ التعاقدات على المقاولين، اللي هو هاركّز على أنهي بنود وأنهي بنود فيها فلوس. فيبقى عنده أولويات يبدأ يحدد على أساسها الإيه، ترتيب أولوياته في الموقع وفي الشغل بشكل عام. التقرير ده هو الETC estimate to completion. حلو. يمكن الestimate to completion برضه مشترك معانا برضه في الcost control برضه نفس المصطلح. هي أنا باتوقع البادجت هتقفل على كام. بس من ناحية الcommercial الموضوع بيبقى ليه زاوية تانية ورؤية تانية. آآ وإن شاء الله بإذنك يا رب الreport ده report يعني بسيط. صحيح فيه تفاصيل كتير شوية. هنبدأ ناخدها واحدة واحدة. لأن كمان ليه طريقة، مثلا لو العقد بتاعي ريميجر ولو العقد بتاعي لمسم. هنشرح المرة دي الريميجر ببدأ ازاي اعمل الاي تي سي ريبورت. عشان ده كمان يمكن من الأسئلة اللي بتتسأل دلوقتي في الانترفيو. ازاي ازاي اقدر احسب الاي تي سي. تمام. فخلونا نبدأ مع بعض ونتوكل على الله. آه، الموضوع ببساطة ال إيه هو الETC. الموضوع بيبقى الEAC الestimate at complete. يعني العقد بتاعي هيقفل على كام. تمام. أنا مثلا عقدي حاليا مضيت للتعاقد والعقد بتاعي ب 10 مليون. تمام. وأنا عقدي ريموجر. جميل. طيب العقد بتاعي ب 10 مليون. هل هو هيقفل فعلا على 10 مليون؟ ما هو الحصر هيتغير لو في فاريشنز او بتاع، ولا هيزيد عن 10 مليون ولا هيقل. فده على اساسه بنحسب الايه، الاتي. فاول حاجه عندنا الاستيميت ات كومبليشن. بحسبه ازاي. بيبقى الاكشوال انا منفذ، او قيمه المستخلص او قيمه الاعمال المنفذه حاليا. مثلا ب 2 مليون. الاستيميت تو كومبليشن حسبناه. هنقول هنحسبه ازاي يعني. طلع ب 4 مليون يبقى العقد بتاعك هيقفل على 6 مليون. يعني انا ممكن ابقى ماضي تعاقد ب 10 مليون او ب 8 مليون ويطلع الاستيميت ات كومبليشن ب 6 مليون. عشان كده بنقول اهميه او العكس طبعا. عشان كده بنقول اهميه التقرير ده في ان هو بيعرفني العقد بتاعي رايح على فين. بيعرف كمان المواطن اللي فيها هنقول ايه، مكاسب بالديفيجنز وهنوضحها. بتساعد مدير المشروع يعني انه يحدد وجهة تركيزه يعني. طيب هنبدأ بالريميجر الاستيميت ات كومبليشن. من الحاجات عشان ده من الاسئله برضو اللي بتتسال، هو بيتحدد على اساس ايه؟ قيمه العقد دلوقتي بتتحدد على اساس ايه؟ اول حاجه في عقد ريميجر بتحدد على اساس US. تمام. لان احنا زي ما احنا عارفين ان قيمه او كميات الحصر اللي بتبقى في البي كيو ممكن تبقى بلس اور ماينس 10%. تمام. فاول حاجه التغيير في الكيو اس. تمام. تاني حاجه الفي او. في او مثلا لو عندي في اوز بالبوزيتيف او بالنيجاتيف. تمام. ده هيأثر على قيمه التعاقد. الفاليو انجينيرنج
بتأثر نفس الكلام. الاسكليشن طبعا وما إلى ذلك. هنبقى نتطرق لإيه لنقطة اللمسة إن شاء الله المرة الجاية. طيب، أنا مثلا إحنا هنا مثلا سي مثلا عندي بند البي سي. بيبقى البند في المقايسة بالمنظر ده اللي هو الايتم. عشان قبل ما نبدأ التقرير خلينا ايه نوضحها كده سيمبل يعني. ادي الايتم. الايتم مثلا بيبقى عندي بي سي اليونت متر مكعب الريت 3000 جنيه. كمية البي كيو 50 كده. البي كيو توتال اماونت عامله 150,000 ماشي. جيت حصرت طلع 60. الكمية 60 فبقت الايه الكيو اس عامل 180,000 لغاية كده تمام. ازاي ابدا بقى احسب الاستيميت تو كومبليشن؟ ما هو انا لو عندي الاي سي دي اللي هو ايه قيمه المستقبل قيمه الاعمال بتاعت دلوقتي. لو قدرت احسب الاي تي سي اماونت خلاص كده انا بقى عرفت ايه يبقى الاي اي سي استيميت ات كومبليشن هيساوي اي سي زائد الاي تي سي زي ما احنا وضحنا في المعادله اللي فوق ده. تمام. طيب ازاي بقى احسب الاي تي سي ده؟ بنعمل جنب المستخلص بتاعنا. يعني جنب البند ده بقوم عامل كده ايه جنبه رو. هنوضح ده. بحط فيه البي كيو كوانتيتي الكيو اس كوانتيتي وبعد كده الريفايس كوانتيتي. يعني ايه الريفايس كوانتيتي؟ اللي هي الكميه النهائيه. سي مثلا انا دلوقتي بعمل الريبورت دلوقتي ولسه ما اعتمدتش حصر فانا الكميه دي بزيرو. ماشي. فيبقى اللي قدامي الكميه المتاحه بالنسبه لي اللي هي بي كيو كوانتيتي فيبقى الريفايز كوانتيتي زي ما هي ب 50. تمام. وانس اعتمدت فيبقى دي اعتمدت ولقيتها مثلا انها 60 فترجع ايه تبقى الريفايز كوانتيتي ب 60. ماشي. البي كيو اماونت ب 150 الريفايز ب 180. الريفايز ده اللي هو ايه اللي هي قيمه ال 60 في الريت ال 3000. تمام. طيب الاكسكيوتد انا منفذ من البند دلوقتي نسبه قد ايه؟ منفذ حسب البروجرس بقى منفذ سي 20%. ال 20% دول يدوا لك قيمه قد ايه؟ كميه قد ايه؟ 12 متر اللي هي بقيمه 36. يبقى الاي تي سي ما انا منفذ 20 يبقى اللي باقي لي كام؟ 80. تمام. في كميه قد ايه؟ 48 يبقى الاي تي سي اماونت 144. تمام. موضوع بسيط. تعالى نعمله بقى على مقايسه. على المقايسه بتاعتنا ده هنا مثلا المقايسه اللي احنا شغالين عليها من اول السيشن. تمام. باجي اعمل الايه اهو هاجي هنا مثلا هنا كده وابدا اعمل انا عاملها هنا جاهزه. فانا بس ايه عشان ما نضيعش وقت في الكتابه. فاول حاجه حط كل الايه اللي احنا اتكلمنا فيه. هعمل رو واحط فيه الكولومز اللي احنا اتكلمنا فيه. تمام. انا حابب نعمله مع بعض عشان لو في اي حاجه تكنيكاليتي نعملها سوا يعني ما يبقاش في مشكله. لان في ناس خدت فعلا الريبورت وقالوا لي لا احنا عايزين نفهم الريبورت بيتظبط ازاي. فخلينا نرتبه مع بعض. تمام ماشي. خلينا اهو بطول المقايسه لغايه كده تمام. تمام جدا. احنا قلنا ايه عندي هنا كميه البي كيو. خلينا ناخد عند اول بند ده اول بند عندي. تمام اللي هو البي سي ده. ماشي. عندي كمية البي كيو. فين كمية البي كيو اهي؟ دي كمية البي كيو. ماشي. كمية الكيو اس. فين كمية الكيو اس اهي؟ ماشي. عايز اقول له عايز هنا اعمل معادلة تاخد الريفايز كوانتيتي اللي هو هقول له ايه؟ هقول له الاتي هقول له يساوي اف لو ده اكبر اصغر من زيرو هتاخد ايه؟ هتاخده هو. ولو غير كده هتاخد الايه القيمة التانية. لا استنى احنا بس اكبر من زيرو. اكبر من زيرو. بص، تاخده هو.
يعني ايه؟ يعني الرقم ده لو بزيرو خد دايركت الايه؟ البي كيو كوانتيتي، لكن لو هو اللي موجود ياخده هو. تمام؟ سواء بقى ايه يعني، ما فيهاش هنا اكبر واصغر، انا المهم ان تبقى في الكيو اس كميه، اول ما يتحط فيها كميه يبدا الريفايس كونتراكت بتاعي ايه؟ يشتغل عليه. تمام؟ وابدا احسب الريفايس كونتراكت عليه. ايه هي الريفايس كونتراكت؟ الكميه او قيمه العقد المعدله، تمام، طبقا زي ما احنا كنا قلنا قبل كده، طبقا للحصر. ماشي؟ وطبعا الفاريشنز والفي اي والبروفيشنال سمز وما الى ذلك يعني. طيب، قيمه البي كيو اماونت هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى الكميه بتاعت البي كيو مضروبه في ايه؟ مضروبه في الريت. طيب، الريفايزد هيساوي قيمه الريفايزد مضروبه في الريت. ماشي. الاكسكيوتد نسبه المنفذه، ماشي، انا ممكن اجيبها من هنا، هشوف الكميه اللي اتنفذت من الحصر. يعني دي الكمية اللي تم إنجازها لغاية دلوقتي، وده الكمية النهائية، يبقى ده على ده هيديني برسنتج. يبقى أنا هحط هنا ده هخليه كله برسنتج 92%. تمام؟ بيقول لك هنا الكمية المنفذة دي النسبة، الكمية المنفذة ده في ده هنجيبها بالعكس دي الكمية المنفذة تبقى بقى من ريفايزد الاكشوال اكسكيوتد كفلوس بقى الكميه دي في الريت. يبقى قيمه انا منفذ لغايه دلوقتي بكام؟ ب 654,000. طيب تمام، الاي تي سي هيبقى يساوي 1 ناقص ال 92 اهي 9%. الاي تي سي كوانتيتي النسبه دي في الريفايزد ما بنروحش ولا خلاص، انا مش شايف دول. ماشي؟ يبقى قيمه المتبقي هي الكميه في ال- الريت. تمام؟ لغايه كده تمام. ماشي. ده نعمل ده كده بس لغايه كده تمام. ماشي. خلاص ظبطت رو واحد. ماشي، ابدا بقى اوحده على كل الروز. خلينا كده نعمل نشيل البلانكس. هي دي البنود اللي هسمع منها، فهاخد ده كده كوبي، واقوم ايه معلم كده الاول للاخر، واقوم عامل ايه الت كاف، زي ما احنا ايه كنا وضحناها قبل كده، يسمع كل حاجة. تمام، ونعمل ده نمبرنج بس كده. وهنا. بس هنا اديني بس نسبة، وهنا اديني ايه نسبة. تمام وخلاص. اهو خلاص، وابدأ مثلا نخلي ده كده هنا في النص. تكتب حبة بس تنسيق لا أكتر ولا أقل. إيه. الحاجات دي نفس الكلام ايه ممكن يبقى ايه ننصب ده كده ده عشان نخلي نمبر برضه عشان يجي في النص. بس حبة تنسيقات لا أكتر ولا أقل يعني. ماشي. طيب، لازم اشيك على نفسي. طيب انا مش عندي هنا يعني، عشان الريبورت ده هنبدا نفصصه في هنشوفه لازم هنعمل له زي تحليل كده، يعني ناخد منه الداتا ونحللها. تمام؟ انا هنا بشتغل ده تاني على مبنى واحد. ده ممكن يبقى المشروع بتاعك عليه في اكتر من مبنى، يعني مثلا انا هنا إيه؟ مبنى ايه، مبنى بي، مبنى سي، مبنى دي، فانت هتعمل ده في كل مقايسه لكل مبنى، تمام، بنفس السيكونس. تمام، وبنجمعهم بقى في شيتس تانيه هنوضحها. طيب، انا لازم هنا اشيك على نفسي. اول حاجه اشيك عليها ايه؟ المفروض ان الكميه بتاعتي دي الفلوس الاكشوال الاماونت ده القيمه دي والقيمه بتاعت الاي تي سي الاثنين يدوني قيمه الحصر مضروب في الفيه. مش انا هنا عندي الاماونت ده اللي هو الكوانتيتي اللي هي بتاعت الحصر مضروبه في الفيه، فانا بشوف ده عامل كام. نتكلم في 202,000. ماشي. طيب، 202 بلاش، خلينا نعمل كده قلت يساوي
هات لي الحصر بتاع، هات لي قيمة الأعمال دي 66، وقيمة المتبقي، يبقى دي الأعمال المنفذة ودي المتبقي، الاتنين عاملين إيه؟ 202. طيب قيمة هنا الأعمال 202، يبقى إذا الدنيا كده إيه؟ كل حاجة قارية صح والدنيا إيه؟ مظبوطة. ماشي؟ لازم نشيك على نفسنا بعد كل خطوة. طيب جميل جدا. ببدأ بعد كده بعد ما خلصت الخطوة دي، ببدأ بقى إيه؟ أعمل أنا عايز أشوف بقى الفاريانس. فين الفاريانس؟ احنا بنقسم تاني. انا بعد كده عملت ده على كل البنود. ببدأ بعد كده اظبطها ديفيجنز. ديفيجن الخرسانه الفرق فيه قد ايه؟ ديفيجن المباني الفروقات فيها قد ايه؟ الفرق بين ايه؟ بين الكونتراكت، قيمه الكونتراكت وقيمه الريفايز كونتراكت، عشان لو انا عندي خساره ابقى عارف الخساره في انهي ديفيجن، ولو عندي مكسب عالي ابقى انا عارف المكسب ده موجود في انهي ديفيجن. طيب بنظبطها ازاي؟ خلينا نعملها مع بعض. يعني ايه خلينا نعملها مع بعض؟ هي هنا كده كده معمولة. اعملها على المبنيين، نعملها ايه على مبنى كده سوا، عشان ايه نعمل المعادلة. ماشي. ده هنا اول شيت هنبدأ نخرج بقى، نلقط القيم من الجدول اللي احنا عملناها عشان نعمل لها اناليسيس. تمام ماشي. فباجي بلقط بيلدينج ايه؟ طب انا عايز القط بالديفيجن، يعني الكونكريت الاوريجينال كونتراكت عامل كام، والاكشوال او الريفايس كونتراكت عامل كام. فانا بعمل ازاي؟ اول حاجه باجي هنا بقوم حاطط ديفيجن 3 ديفيجن 4 ديفيجن 5 قدام ايه كل ديفيجن. تمام. واجي الديفيجنز دي، انا مثلا ديفيجن 3، باجي هنا قدام ديفيجن 3 اهو، دي ديفيجن 3 خرسانه. خلينا عشان نبقى شايفين الاثنين ممكن نعمل كده اهو، نعمل بس هايت عشان نبقى ايه شايفين الاثنين. ماشي. هحط هنا ايه ديفيجن 3، هبدأ احط كل ده ديفيجن 3. تمام. وابدا ديفيجن 4، وابدا هنا دي الديفيجن اللي تحتيه، احط هنا ديفيجن 4، واقوم ايه شادد. تمام. اللي بعديه ديفيجن 5 او 7، انسوليشن اهو 7، واقوم ايه شادد. وهقول لكم ليه يعني عشان نلقطها بس بصم افس. وبعد كده 8. تمام. وبعد كده انا متعمد ان اعمل كل خطوه عشان تبقى الدنيا واضحه لاي حد. اهو 9، 14، هنا 22 كوبي أهو. وبعد كده 26. المهم اي بند يبقى قدامه التكست برقم الديفيجن عشان يلقط. بعد كده كوبي 31. ماشي. ادي كده كوبي و- وهي طريقة واحدة اللي هنلقط بيها كل القيم اللي احنا محتاجينها، هي دي. ماشي. وبعد كده هنفك هنا انهيدد. خلاص ماشي. فانا كل اللي هعمله هاجي هنا كونتراكت، فهقول له ايكوال سم اف الرينج اللي انت هتدور فيه، او الرينج اهو. ماشي. هتدور بايه؟ هتدور لما تشوف ده تجمع لي الايه الارقام اللي قصاده. فين الارقام دي؟ احنا عايزين ايه؟
قيمه الايه العقد، او البي كيو كونتراكت اماونت اهو. ماشي. كوبي واقوم ايه شيل. شفت هنا في الفينشنج ظهر ايه؟ ظهر في ايرور في الفينش، فاقوم راجع تاني. آه، اهو 9 في حاجة اهي. دي عاملة مشكلة عشان ريت معمولة ريت اونلي، فاعملها زيرو بس. بس كده اهي. الدنيا ظبطت 196. تمام. اتأكد، لازم اتأكد. 196 377، يبقى انا ايه كده لقيت كل حاجة مظبوطة. إيه؟ لا، ثانية واحدة. 307. 307 كده كله تمام. ماشي. خلاص، فدي أول حاجة. هعمل نفس الموضوع في الإيه؟ عايز بقى الريفايزد يساوي برضه سم اف. عايز الرينج أهو. الرينج مفيش مشكلة. هتلقط إيه؟ أما تشوف لي ده هات لي الإيه؟ القيم بتاعته هجيبها منين؟ من الريفايزد. فين الريفايزد؟ أهو. انتر. وهات لي ده كده. 202. طيب يبقى انا عندي ده قيمة الريفايزد 202. 261. يبقى انا ايه؟ الدنيا ايه؟ الدنيا مظبوطة معايا كده. الدنيا مظبوطة. طيب يبقى ده هنا. وبعد كده بحط الفاريانس. يبقى انا هنا عندي حاجة اقرا ايه بقى؟ عندي الكونكريت. تمام. عندي الفرق هنا. ده المبنيين، نفس اللي حصل في المبنى ده بنعمله طبعا في المبنى ده، بس عشان ايه اختصارا بالوقت انا بس بعمل معاكم مبنى واحد. ونفس الكلام بيمشي على كله. لو انت عندك نقطة مهمة، لو انت عندك مباني كتير ممكن بعد ما تخلص تعمل سمري بالاتنين دول بس. تمام. اللي هو يبقى شايف القيمة التوتال للعقد والقيمة التوتال للريفايس كونتراكت. ده لو ايه؟ لو عندك مباني كتير يعني. بس هنا الموضوع ملموم يعني. طيب يبقى انا هنا عندي قيمه العقد مثلا 259، والريفايس كونتراكت 261. يبقى انا قيمه العقد في الخرسانات زادت ب 100، بحاجه بسيطه كده، ب 1000. هنا عشان ارقام طبعا فيك يعني. 1672. ماشي. طيب ماشي. انا عندي هنا قصدي مليون 642. ماشي. هنا عندي في الماسونري في فرق. هنا عندي مش عارف ايه برضو. هنا كلها بالبوزيتيف، او احيانا بتيجي بالنيجاتيف. يعني ممكن تلاقي ان في بند نور لك ان في مشكله، ان لا الكميه اللي فيه نقصت. ساعتها انت بتشوف الارم، هي الكميه دي نقصت ليه؟ الكميه دي قليله قوي عن قيمه العقد ليه؟ هل في جاستيفيكيشن ليها؟ من المهم لو هي حاجات بسيطه، يعني هي لو خلينا نقول ايه يعني فرق بسيط تمام. لكن لو فرق جامد يعني ايه بتعمل لك الارم. فاول حاجه ببص عليها من الاي تي سي الفرق ما بين الكونتراكت والريفايز ايه والريفايز كونتراكت. وببص على الايه بالديفيجن الوضع عامل ايه. تمام. طيب جميل جدا. نيجي بعد كده نقرا الاكشوال. بلقط الاكشوال. يعني ببص برضو حجم الفلوس او قيمه الاعمال المنفذه. تمام. وقيمه الاعمال المنفذه في كل بيلدينج. ودي بجيبها بنفس الطريقه. بلقط بنفس، انا هنا دي هتلاقيها طريقه ثابته. تمام. هلقطها بنفس الطريقه. فهو انت مثلا في مبنى ايه عامل 66000 على كده. بتيجي هنا اهو. انت عامل هنا بكام؟ ما فيش حد هنا يبص هنا على 133 عشان انت مجمع تحت. بس 66000 اللي هم دول اهو. 66000. فانا لقيت هنا 66 وزيهم في بيلدينج بي. فانا شفت خلاص دي حجم الحجم او قيمه الاعمال المنفذه في الاكشن. ماشي. وبنفس الطريقه جبت الاستيميت تو كومبليشن. يبقى انا منفذ لغايه دلوقتي في بند زي الخرسانه عامل 143,000 جنيه. تمام. وفي بند زي الفينشنج عامل 821,000. كده انا عرفت انا ايه البنود اللي انا بدات فيها. يعني ده مجرد حتى مدير القطاع مش محتاج يبص على تفاصيل كتير. ده ممكن بس من هنا هو عارف هو بدأ في انهي بنود، او ايه البنود اللي ضاغطه فيها. ماشي.
هنا البنود اللي ناقصه لك الاي تي سي بقى بنفس الطريقه، هجيبهم بنفس الطريقه. ماشي. بس الجاستيفيكيشن بقى تعالى، مدير المشروع انت عندك ايه؟ عندي مباني عامله 117 مليون، يبقى هي دي اللي اضغط فيها. ثم بعديها مثلا لو هو بيفاضل بين ايه اللي يضغط فيه بالموارد بتاعته او يركز فيه، عندي ابواب وشبابيك ب 41 مليون، وعندي لسه فينيشنج 55 مليون، يبقى دي حاجات، دي حاجات مهمه. تمام. مش هيجي يبص مثلا ايه، يبقى انا عندي حاجات ب 117 مليون ويجي يبص على حاجات ب 800,000 عشان بلامنج. هي ممكن تبقى حاجات صغيره موقفه لك حاجات كبيره، ده وارد، بس لو هي مش موقفه فهو هيركز على الايه، على الحاجات اللي باقيه، او على الاقل هيجي يقول لك هو انا مثلا عندي ايه اللي بكونفيننج سيستم ب 20 مليون، اعرف اجيبه ويشغل لي البند واخد ال 20 مليون. لو كده مثلا ابدا اورد، فابدا اخد نسبه من ال 20 مليون فتبدا تظهر معايا، فتبدا تظهر في الاي تي سي، وهكذا. فهي دي من الحاجات المهمه. خلاص انا جبت الاكشوال، جبت الاي تي سي، بعمل سمري بالديفيجن. السمري ده بيبقى ايه؟ الموضوع بيس اوف كيك خالص، بالديفيجنز عادي. بجيب الاكشوال ده بجيبه منين اهو. لو دوست كده كنترول جيب، نفس القيم اللي هنا، باخد ده هنا بيساوي هنا، بس بجمعهم عشان ابقى قاري الايه، الاي سي بنفس المعادله اللي احنا كنا عاملينها. تمام. الاي سي اي تي سي يديني الاي اي سي. طيب، وابدا احط، يبقى انا عامل 159 وناقص لي 281. تمام. عشان يقفلوا لي 440. تمام. ده الايه، الاي اي سي. طيب، في البنود دي احنا بنلقطها عادي. طيب في البروفيجنال صم عادي، احنا عاملين تابع للبروفيجنال صم اللي انا حسبته لغايه دلوقتي الاكشوال كام. انا منفذ في البروفيجنال صم 14 مليون من كام؟ من 20 مليون. طيب جميل جدا. فانا يبقى الاكشوال بتاعي 14 وهقفل على 20، يبقى الاستيميت تو كومبليشن الفرق بينهم اهو 14 وهقفل على 20، والاي تي سي الفرق بينهم. طيب الفي اي فاليو انجينير، لو انا عندي فاليو انجينير نفس السيكونس، مش انا عندي او فاليو انجينير 35 وهقفل على كام؟ لو انا عامل لبند واحد مثلا على 92، يبقى ده الاكشوال وده الاستيميت ات كومبليت اللي هو هقفل على 92. ماشي. طيب جميل جدا اهو، نفس الايه، نفس السيكونس لغايه كده، مفيش اي حاجه صعبه ان شاء الله. يعني الدنيا تبقى ايه، الدنيا تبقى بسيطه. طيب بالنسبه للفاريشن، نفس السيكونس. انا الفاريشن انا نفذت. طب حد هيقول لي الفاريشن بنتكلم على الفاريشن اب تو ديت. التقرير ده المفروض بيتعمل كل شهر، فانت بتبص على الايه، الفاريشنز اللي نازله لك لغايه الشهر ده. فانا عندي مثلا فاريشنز لغايه الشهر ده بماينس 3 مليون اهو، بماينس 3 مليون من كام؟ من ماينس 5 مليون. عادي. زي ما قلنا ان الفاريشنز ممكن تبقى ايه، اديشن وممكن تبقى اوميشن، فيبقى التوتال بتاعها لو الاوميشن اعلى ممكن يبقى ايه، الاثنين ايه، بالنيجاتيف. طيب جميل جدا. النقطه اللي بنيجي عنها اوقات ان احنا نستيميت الاسكليشن، وانا عايز احسب تقريبا الاسكليشن هيقفل على كام. تمام. هنبدا بسكليشن الماتيريال. سكليشن الماتيريال اول حاجه الاكشوال بنجيبه بالطريقه العاديه، احنا عرفنا بنحسب الاسكليشن في المستخلص اللي هو قيمه الاسكليشن بتاعه المستخلص عادي. تمام. لكن الاسكليشن اللي هقفل عليه هي دي الموضوع. طيب، هو انا مش عندي كميه كيو اس؟ لو انا عندي هنا كميه كيو اس للبند اللي انا شغال عليه وات ايفر بقى، سواء حديد، سواء اسمنت، سواء ايه البند اللي انت واخد عليه اسكليشن. فسي احنا لو شغالين على الحديد هنقول مثلا انا كميه الحديد طبقا للحصر 3800. طيب جميل. انا عامل اكشوال، يعني عامل اسكليشن على كام؟ بجيب مجموع ده هنا فايل الستيل اسكليشن، واخد اسكليشن على 1542. يبقى اللي متبقي لي او اللي متوقع ان انا لسه اللي هاخد لسه عليه اسكليشن هو الكميه دي الاي تي سي. ما ده الاكشوال وده الاي تي سي. طيب الاسكليشن ريت باخد الكميه دي بقى اللي هي الاي تي سي دي. تمام.
متوقع اخد عليها اسكليشن قد ايه. فانا بتوقع، كلها توقع على فكره، على متوسط اخر 3 شهور. تمام، اخر 3 شهور بتعمل تقريبا عليهم، تاخد عليهم متوسط. تمام، انا بفضل كده. ممكن حد يقول لك خد على اخر شهر وعممه، ما بفضلهاش، بس انا بحب اخد ايه على ريت مثلا 3 شهور يبقى متوسط. فانا هنا خدت افريج. افريج ايه اخر 3 شهور، عملت عليهم اسكليشن، وبقى ده هو السعر اللي هحسب عليه الكميه اللي متبقيه اللي انا متوقع اخد عليها ايه اسكليشن. تمام، فجبت ده الاي تي سي مضروبه في الريت اللي انا متوقعه. تمام، اللي هو الافريج، فاداني 85، وبقى ده زائد ده يديني الاي اي سي. تمام، يبقى انا متوقع ان الاسكليشن بتاعي يقفل على 99 مليون. طيب، طب لو انت جيت الشهر اللي بعده سعر الحديد عالي، فيبقى المتوسط هيتغير، وهكذا الكميه هتقل. كميه الاي تي سي تمام هتقل، كميه الاكشوال هي اللي هتزيد. تمام، فالرقم ده وارد يحصل فيه، اكيد يحصل فيه حركه طبقا لايه، طبقا للتغير في متوسط السعر اللي انت حاسب عليه. تمام. طيب، دي بسيطه. الماتيريال اسكيليشن. نيجي بقى للدولار اسكيليشن. الدولار والسولار هم نفس الكونسيبت، لان هما زي ما احنا كنا بنقول ان الدولار والسولار بيشتغلوا على حجم العمل ما عدا البنود اللي نازل عليها اسكليشن قبل كده. يعني لو واخد على الحديد، واخد على الخرسانه، خلاص دول مش هيدخلوا معايا في السولار والدولار، مش فاضل مرتين يعني. تمام. طيب، فانا بعملها ازاي؟ اول حاجه الاكشوال. الاكشوال بناخده عادي قيمه الاسكليشن طبقا لاخر مستخلص، وده بجيبها. انا مثلا احنا شرحنا قبل كده ازاي بطبق معادله السولار والدولار والشيت ده، يعني بتفاصيلها، بالمعادله، بكل التفاصيل بتاعت المعادله يعني. المعادله دي مبنيه على ايه؟ مبنيه على حجم الاعمال اللي موجود، الحجم العمل الاكشوال الاجمالي الكوميوليتيف طبقا لاخر مستخلص. تمام، فبيجي مثلا يشوف انت اهو المفروض انت هتاخد على 821,000. تمام، كنت انت واخد قبل كده على 449، ناقص 821 اللي هو الرقم ده جاي منين؟ فانت هتستحق اسكليشن على 371 دول. تمام، ده البيز برايس اللي في العقد ال 40، وده الاكشوال سي مثلا ان احنا بنقول ان الدولار وصل دلوقتي ل 48، فيبقى المعادله بتاعتنا زي ما هي كده. تمام، شغاله على الرقم ده اللي هو الحالي الكرنت. طيب، جميل جدا. كرنت حجم الاعمال المنفذ، مطروح منه ايه؟ مطروح منه اعمال الحديد والخرسانه، عشان انت واخد عليهم سكريشن. طيب، ده بالنسبه للاكشن. طب انا بقى عايز احسبها لتوتال العقد، ما انا عايز اعرف قيمه اجمالي المتوقع للدولار اسكليشن اللي ممكن توصل لي في العقد. موضوع بسيط جدا. نفس المعادله هنعملها. عملنا ايه؟ اول حاجه ده مثلا سي، هنجيب برضو اخر متوسط سي ده. المتوسط عندي ب 48، وده البيز برايس بتاع الدولار. حلو. الرقم ده اجيبه منين؟ الرقم ده هو الرقم. انا هنا بقى مش هشتغل على الحالي، هشتغل على اجمالي المقايسه. انا لا، واجمالي ايه؟ اجمالي الريفايس كونتراكت. الريفايس كونتراكت ده مطرح منه قيم اعمال الخرسانات. تمام، هو ده اللي المفروض هاخد اقصى حاجه هوصل لها، اخد عليها اسكليشن. اقصى حجم عمل هوصل له هو الريفايس كونتراكت، مظبوط. فهو ده اللي هاخد عليه الاسكليشن. الاسكليشن ده خدت متوسطه، ده اهو اللي هو ايه؟ اللي هو المجموع ده، اللي هو ايه؟ هو ده اللي هو الاماونت طبقا للكيو اس. الاماونت من بعد الخرسانات هو ده اقصى حاجه هوصل لها. مظبوط. طيب، مظبوط. فجبت قيمه حجم الاعمال اللي انا هوصل لها. تمام، طبقا للريفايس كونتراكت. ماشي، مضروبه، وابدا افعل عليها المعادله. المعادله بتاعت السولار. تمام، فطلع لي بعد ما فعلت المعادله، طلع لي دي قيمه الاسكليشن. يبقى اقصى اسكليشن دولار هوصل له ب 7 مليون، 7 مليون 873. تمام. طيب، يبقى هنا
انا جبت الاكشوال وجبت الاستيميت ات كومبليشن، يبقى الاستيميت تو كومبليشن هيبقى ماينس الاثنين، يبقى انا ده اللي باقي لي عشان اوصل للرقم ده. تمام. وطبعا بيتغير كل شهر الرقم ده طبقا للايه، للمتوسطات دي. لغايه كده الموضوع تمام. وهنا بيبقى في جراف بيوريك انت منفذ قد ايه ومتبقي لك قد ايه طبقا للايه، للقيم بتاعتك، قيم التعاقد وقيم الفاريشنز والاسكليشن وما الى ذلك. تمام. بعد كده بنحطهم كلهم في سمري، بحط السمري باي ديفيجن، وبحط الكونتراكت والفاريانت بحيث ان هو يبقى لامم لي الدنيا دي، اللي بيبص عليها مدير المشروعات او مدير المشروع، ويعرف يبقى عنده صفحه واحده بس ملموم فيها الفاريانس لو في عندي فاريانس. تمام. لما بين العقد وال والريفايزد. تمام. ويبص الفاريانس ده لو في ليه جاستيفيكيشن بنكتبها هنا. تمام. هنا بيبقى الاي سي والاي تي سي زي ما احنا مجمعينهم في باي ديفيجن، هنا باخدهم هنا. تمام. طيب ايه هنا بقى الايه، ال 70 او ال 75؟ احيانا لو انا عندي استيميتد للحصر، اوقات بتبقى في كميه حصر تقريبيه احنا حاطينها، يعني ممكن احطها هنا اللي هي ابني عليها الريفايس كونتراكت، اللي هي انا مقدم الحصر بس واخد فيه 80%، اللي هي بحطها هنا، او 90%. تمام. بس لسه ما اعتمدش او لسه تحت الاعتماد، فالاستشاري مثلا مديني فيه نسبه، هي دي الايه. فببقى حاطه هنا، بس ببقى قايل مثلا ان الثقه في الكيو اس كونفيدنس ليفل مثلا في البند ده مثلا 75% او 70%. اللي هو ايه، لو انا حاطط كميات حصر انا استميتد بشكل مبدئي وهي عند الاستشاري وبتتراجع، ممكن اسقطها في الشيت مؤقتا. تمام. وابقى اقول ان هي دي اللي انا بقى بنيت عليها تاني. يعني انا ممكن ابني عشان الريفايس كونتراكت النقطه دي، عشان نشوف الريفايس كونتراكت، والريفايس كونتراكت طبعا بيأثر على الاي اي سي. تمام. بس فانت ممكن تسقط في الشيت كميات حصر تقريبيه انت واثق منها. تمام. وبتحط هنا نسبه الثقه دي انت واصل لقد ايه فيها عشان تؤخذ في الاعتبار في الشيت. تمام. واثق 100%، واثق 90%، واثق 80%، حسب درجه الابروكسيمت بتاعت حسب درجه دقه الحصر. تمام. بس آه، بجمعهم كلهم بحيث ان انا ابقى شايف كله في ايه، في فايل او في واجهه واحده. تمام. جميل جدا. وبعمل هنا تشارت اللي هو عشان اعرف ده، هنا ده حجم العمل او ده الاكشوال طبقا لبنود التعاقد، وقد ايه مثلا طبقا للفاريشنز، وقد ايه طبقا للاسكليشنز. فهنا ده يعني بيوضح لك النقطه دي. هنا بيوضح مدى الفروقات ما بين الكونتراكت اماونت والريفايس كونتراكت، الفروقات قد ايه، ده قيمه العقد بكام وده بكام وما الى ذلك. تمام. ف مش عايز اتقل عليكم ان احنا ندخل كمان في الاي تي سي لمسم، لان في تفاصيل يعني زياده شويه. تمام. بسيطه برضو ان شاء الله، بس ان شاء الله نخليها للمره الجايه. ولو في عندكم اي استفسارات في النقطه في الاي تي سي بشكل عام، برضو ابعتوها لي بحيث ان لو كده ارد عليها كلها ان شاء الله في السيشن الجاي. وربنا يوفقنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.